السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشيني جدا. النهارده ان شاء الله نعمل عيش الشاورما اللي هو العيش الصاج بطريقة سهلة جدا، بمقادير كلها اقتصادية وما فيهاش اي تكلفة. ان شاء الله تكون عندكم متاحة في البيت. تابعوني باللايك واشتراك في القناة ودعوة حلوة منكم وكومنت جميل، واشتراك في قناة اكل زمان في مطبخ ايمان في التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب. شايفين العيش الشاورما بتاعنا حاجة سهلة كده جدا ورقيق خالص. هنعمله على عين البوتاجاز بطريقة سهلة. الكمية دي كلها بكيلو دقيق، عملنا كمية كبيرة قوي. ممكن تحفظيها في الفريزر، واول ما تيجي تستخدميها تطلعيها وتستخدميها بمنتهى السهولة. شايفين الرغيف جميل قوي معايا ازاي بيتطبق معايا بمنتهى السهولة ومش متقطع، وحاجة جميلة خالص وطري قوي. حاجة كده جميلة واقتصادية. بكيلو دقيق هعمل الكمية الكبيرة دي معاكم. يلا نبدأ مع بعض الفيديو عشان ما نرغيش كتير. نصلي بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة معايا كيلو دقيق، وحطيت عليه رشة من الملح بالشكل ده كده، وحطيت كمان عليه رشة من السكر. تمام. وهقلبه بقى ايه زي ما حضرتك شايفة معايا كده بالشكل ده. ومية، دقيق، كيلو دقيق أو المقدار اللي انت عايزاه، ملح، ورشة كده من السكر، معلقة ملح معلقة سكر. تمام. وكمان إيه اللهم صل على النبي، ميه. تمام بالشكل ده. عايزه تستبدلي الميه بلبن براحتك، بس دي حاجه اقتصاديه وسهله جدا قوي. هعجنها بقى بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده معايا. هديها بميه واحده واحده. واهم حاجه ان انت تديها عجن، تعجنيها جامد وتخدميها في العجن قوي، عشان وانت بتفرديها تتفرد معاكي بمنتهى السهوله زي ما حضرتك شايفه معايا كده. انا بحاول انا اوريكم مقاطع من العجين من العجن، عشان ايه؟ انا طبعا مطوله جدا في العجن، بس اوريكم مقاطع منها وانا مقطعه يعني منتجه مقاطع، عشان ايه؟ ابين لكم اللي احنا بنعجنها جامد جدا. وبتسيبيها ترتاح كده. هي طبعا ما فيهاش ولا بيكنج باودر ولا فيها إيه اللهم صل على النبي ماده رفع النير خميره، بس احنا بنسيبها بترتاح. اسيبها ترتاح شويه بعد ما انا عجنتها. تمام. وبعدين بروح جايباها مقسماها قطعتين كده بالشكل ده، وكل قطعة اعملها رول كده، واقطعها ايه حسب الحجم اللهم صل على النبي العيش رغيف العيش. الكرة دي كده كويسة قوي، وبتبقى ايه على حجم رغيف العيش كويس. اول حاجة بجيب صينية وبروح حاطة عليها دقيق، وبعدين اكور الكور بالشكل ده كده كلها لحد ايه ما اخلص الكمية كلها بالشكل ده. ما شاء الله معايا عملت الكمية دي. خلاص انا خلصت. هروح ايه بقى مغطياها، وغطيها عشان وشها ما ينشفش، واسيبها ترتاح. اسيبها ترتاح بقى نص ساعة حسب ما انت عايز. على بقى ما ترتاح وكده سبتها ترتاح، وبدأت ايه اجيب طاسة صغيرة فيها شوية زيت ومعلقتين دقيق بالشكل ده. هقولك هنعمل بيها ايه. واقلبها كويس، وبعدين ايه ارفعها على النار بالشكل اللي حضرتك شايفاه معايا كده. انا قلبتها كويس جدا، وبعدين رفعتها على النار خدت غلوتين. اسيبها بقى ايه معايا تبرد، عشان ايه ابدا استخدمها. تمام. بعد بقى ما بردت والكمان الكور بتاعت العيش بتاعتنا ارتاحت، هبدا ايه افرد واحده واحده. تفرديها تحتيها ايه دقيق بالشكل ده. تفرديها بالشكل ده كده واحده واحده كده. نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. وانا هعمل كمان واحده افردها. هحط ايه طبقتين فوق بعض. انت لسه يعني ممكن على فكره تعملي طبقه طبقه تفرديها للاخر، ماشي، وتعمليها على الصينيه. هوريك ازاي. انا بعمل طبقه بروح دهنه من الدهان اللي احنا عملناه، اللي هي الزيت على الدقيق، واروح في ايه حطها الطبقه التانية فوقيها بالشكل ده. ممكن تعملي طبقه واتنين وتلاته واربعه، بصي براحتك خالص. وتسيبيها شويه، وبعدين ايه تبداي تفرديها بالشكل ده. وكل ما انت ما بتفردي بتحركيها على الوجه التاني، وبتحطي ايه تحتيها رشه من الدقيق، عشان ايه ما تلزقش وتعرفي تشيليها بمنتهى السهوله. هتتعبي شوية، بس ايه بصراحة حاجة جميلة واقتصادية في البيت، وبتعمل يعني حاجات كده خير في البيت. ممكن يعني انا عملتها بالشاورما كانت جميلة تحفة. ونعمل برضك مع بعض مخلل، اللي هو المخلل بتاع الشاورما اللي هو الخيار. وهنعمل كمان التومية، جميل جدا واقتصادي قوي. كل ما بتعمليها تروحي ترفعيها كده وتظبطيها. جبت صينيه وقلبتها كده على عين البوتاجاز. طبعا البوتاجاز معايا قايده، والصينيه سخنه جدا. اول ما بتنزلي الصينيه سخنه شايفين بتعمل معايا ازاي كده. كده خلاص اهي.
استوت. بس خدي بالك كل شويه تقلبيها وما تسيبهاش وتمشي عشان ما تنشفش، لو نشفت العيش ايه هيتكسر معاكي. بالشكل ده كده، وبتقلبيها واحده واحده عفوا. بتعملي طبعا كل الكميه بالشكل ده، تمام. وراح قلبها كده على الوش. اهم حاجه خدي بالك ما تاخدش معاكي لون، وهي واحده واحده كده وهي على البوتاجاز هتبصي هتلاقيها بدات تفرغ الرغيفين من بعض. شايفه بدا العيش اللي فوق ينفخ او بالشكل ده وبدا يفرغ. طبعا انا مش عارفه اعمله معاكم قوي عشان خاطر البخار. بصوا اهو، بمنتهى السهوله بتلاقيه فك من بعضه، بمنتهى السهوله، سهل جدا. جربيها. ولو انت مش عارفه تعمليها طبقتين كده مع بعض، ممكن تعملي واحده واحده على البوتاجاز. بس طبعا يعني هتغلبك شويه لو انت عندك مكان انك تفرديهم كلهم من فوق فوط وواحد، وتروحي مره واحده تسويهم، دي بتبقى حلوه. هتلاقي حاجات كده قطعت معايا مش مشكله، كل دوت ايه بيتدرى معايا ايه في العيش في الاخر. شايفين؟ بصي الرغيف تتنيه طبقيه ما يتكسرش معاكي، ما بيتكسرش معاكي، بيتفرد معاكي تاني بمنتهى السهوله. والعيش شفاف كده ما شاء الله، الله اكبر. شايفين؟ بطبقه بقى كده، واول ما يبرد هعينه بقى في اكياس كده ايه في الفريزر. ما اجي استخدمه اروح ايه مطلعاه ويفك خالص، وبعدين تستخدميه. بحط بس في فوطه كده ايه لحد ما يبرد عشان ايه ما ينشفش. طبعا ما الفيديو الاخر وان شاء الله يعجبكم. متنسوش اللايك، تفعيل زر الجرس، والاشتراك في